إذا كانت أقدامك تترك آثارا على الأرض فإن كلماتك تترك آثارا على القلب. فهنيئا لمن لا يغتاب أحد ولا يجرح أحد ولا يظلم أحد ولا يطعن في الظهر أحدا. هنيئا لمن لا يرى نفسه أفضل من أي أحد ولكنه مختلف عن كل أحد. هنيئا لمن تصالح مع نفسه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم النهارده فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم قوي. النهارده بقى روتين يوم المحشي، من اول بقى سلق الكرنب كده لغايه ما نطلع بقى احلى حله محشي كده. طريقتي ان شاء الله تعجبكم قوي. معايا بقى الكرنب اهي. انا بقطع بقى الراس بتاعه الكرنب الاول. ممكن بقى تشيل الكرنبه بعد ما تقطع الراس كده وتحطها في الميه المغليه، وهتطلع ورقة ورقة، او ممكن تشيلها زي ما انا شيلتها بالطريقة دي. انا جهزت برضو المية، حطيتها على البوتاجاز كده، حطيت نص معلقة صغيرة كده من الكمون، عشان الكمون بيشيل ريحة الكرنب اللي بيعملها في المكان كده، وبيشيل الغازات والانتفاخات اللي بيعملها الكرنب في البطن. وحطيت معلقة كبيرة كده من الزيت ونص معلقة صغيرة كده من الملح. ده طبعا على حسب كمية الكرنب اللي انت هتسلقيها او كده. الزيت بيدي لمعة كده للكرنب، وكمان بيفلفل الورق كده. انا شلت بقى العيدان بتاعه الكرنب عشان انا بحطها في المخلل، بتبقى حلوه قوي في التخليل يعني. بعد ما الميه غليت حطيت بقى الورقه اهو، ما قطعتوش ولا اي حاجه، يا دوب بس الورقه وهي سليمه كده. بعد ما بشيل منها العنقود او العرق بتاعها، بقوم تانية وحطها في الميه كده، عشان تعرفي بقى ان السلق مظبوط، عشان ما يبقاش طري معاكي قوي او يتهري معاكي او يبقى جامد. بعد ما بتسلقيه كده تحط صبعك تحت الورقه كده، لو بان يبقى خلاص كده، بتطلعيه من الميه بقى. هسلق بقى شويه الخضر دول عشان بحطهم في ارضيه المحشي كده، في ارضيه الحله يعني. معايا بقى اللحمه اهي. حطيت بقى حله الضغط لغايه ما سخنت كده. بتحط بقى اللحمه لغايه ما تسمع الطشه بتاعتها وهي بتتحط كده. محطتش زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. وحطيت بقى التوابل، اي توابل حابه تحطها براحتك. حطيت طماطمايه وبصله ونص معلقه صغيره كده من الثوم المهروس. وحطيت ربع معلقه صغيره كده من الكركم. وحطيت كمون وكزبره. وحطيت برضو الملح. وجهزت بقى البصله بتاعت الخلطه بتاعت المحشي اهي، بتاعت التسبيكه. انا بهد بقى على حله اللحمه لغايه ما تنزل شويه شوربه كده في الاول بعرقها تتلوح يعني، وبعد كده بعلي عليها واحط الميه بتاعتها. حطيت برضو الطماطم على البصله بعد ما اتبلت كده، عشان اجهز بقى التسبيكه بتاعه المحشي. معايا برضو الكزبره والبقدونس والشبت، نضفته كده وهغسله بقى واقطعه. خلاص كده اللحمه نزلت شويه شوربه. حطيت بقى الميه بتاعتها، وكمان التسبيكه معانا اهي. بسيبها بقى لغايه ما تنشف خالص، مش عايزين فيها ميه ولا اي حاجه خالص. بقفل بقى حله الضغط كده واسيبها بقى لغايه ما اللحمه تستوي كده. يعني هي بتاخد تقريبا، يعني لو بتاخد في الوقت الطبيعي ساعه، بتاخد في حاله الضغط نص ساعه. زي ما انتم شايفين كده انا طفيت عليها اهي واستوت معانا. وهجهز بقى المحشي. قطعت بقى الورق اهو. بتقطعيه قبل ما بتبداي تحشي عشان ما ياخدش معاكي وقت. بتقطعيه على حسب حجم المحشي اللي انت عايزاه. وعملت مرتة كده بصلة، وحطيت عليها نص معلقة صغيرة كده من الثوم وشوية توابل، وقلبتها مع بعض. وحطيتها على الطماطم. وحطيت برضو الرز والخلطة اهي. وبقلب كله مع بعضه. زي ما انتم شايفين كده طماطم المحشي بتبقى كتيرة شوية. حطيت بقى في أرضية الحلة كده العيدان بتاعة الكزبرة والبقدونس والشبت. وحطيت بقى طماطمية مقطعة شرايح وبصلة. وحطيت شوية ورق لورا كده برضو. وهبدأ ان انا ارص الطبقة الاولى كده من الورق الاخضر. الورق الاخضر ده بيبقى حلو برضو في المحشي. انا بلف اول طبقة بس. في ناس برضو بتسلق الورق الاخضر وبتلفه زي المحشي بالظبط زي الورق الابيض. بس انا بلف اول طبقة بس، وبعد كده بكمل بالورق الابيض. وانت بتعملي بقى صابع المحشي كده ما بتكتريش الرز قوي عشان ما يبقاش محص معاكي. وكمان ما بتسيبيش بقى رز بره الصابع المحشي كده، عشان برضو الحله تبقى منظمه يعني، وما فيش فيها رز متنطور كتير، لان ده بيخليها تعجن كده. بدات بقى ارص في الورق الابيض اهو. ما بتكبريش بقى الصابع قوي ولا بتصغريه كده، يعني حجمه بيبقى مناسب. شايفين؟ عشان ما ياخدش معاكي وقت بقى بتقطع الورق اهو. ما بياخدش معاكي برضو في اللف كتير. وكمان وانت بتسلقي الورق ما بيتهدرش معاكي. هتعمليه بنفس الطريقه اللي انا عملتها دي. يعني الطريقتين اسهل من بعض. انت تشيليها بعد ما بتشيلي الراس تحطها في الميه، بتطلع ورقه ورقه وما بتهدرش معاكي كتير. وممكن تعملها زي ما انا عملتها بالظبط. خلاص كده انا خلصتها اهي. وحطيت بقى شوربه، هسقيها شوربه من اللحمه.
شايفين؟ وبتهز بقى الحله كده عشان الشوربه تنزل في ارضيه المحشي كده ويستوي كله. وانت بتحط الميه بتاعته او الشوربه بتاعته، يا دوب المحشي الطبقه الاخيره دي بتبقى باينه منه، يعني ما بتغطيهاش عشان ما يستويش معاك قوي او يتهري معاك. قبل ما بطفي عليه كده بعمل بقى الخطوه دي، بقدح عليه شويه زيت، وبعد ما بطفي عليه بقوم قلبها القلبه دي اهي عشان يبقى مفلفل كده كله صابع لوحده كده. الطريقه دي حلوه جدا. شايفين بقى الجمال؟ حاجه كده تفتح النفس. مفيش ولا رزايه بره المحشي، وكمان الصابع حلو قد ايه. لا تخين قوي ولا رفيع قوي ولا كمان معجن ولا محصي ولا اي حاجه خالص. شايفين؟ عشان الناس بقى المبتدئه اللي ما بتحبش بقى تعمل المحشي، جربيه بطريقتي ان شاء الله يعجبكم قوي. كده خلصنا بقى المحشي. هندور بقى على الحوض نشوف بقى المواعين اللي احنا استعملناها بقى في تجهيزه. شايفين بقى الشوربه حلوه قد ايه، وكمان اللحمه مستويه جدا. شايفين بقى الجمال؟ شايفين بقى الصبع قد ايه اهو؟ شايفين؟ يا ريت بقى اللي يشوف قناتي لاول مره يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني اشعار بكل جديد بنزله. تعليق حلو كده عشان تشجعوني انزل لكم فيديوهات على طول، وارفعوا الفيديو باللايكات عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، عشان عيلتي تكبر بيكم. طلع بقى اللحمه اهي. حالة الضغط بتطلع الحاجة حلوة جدا، وكمان بتاخد نص الوقت يعني. مقدار الشوربة اللي انا بحطها ما بحطش بقى عدها مية خالص، لان بيفضل بنفس المعيار اللي انا حطيته. ما بزودش بقى مية كل شوية، فهي حلوة في كده. ما بتزودهاش بقى كل شوية مية وكده. شايفين؟ هنشوف بقى الحوض اهو. شايفين بقى المواعين بقى قد ايه؟ اغسل بقى كل ده. هجهز بقى السلكة اهي واغسل بقى المواعين. انا بحب دايما اغسل بالسلكه والصابونه. الصابون اللي انا بعمله من بواقي الزيت القلي والتحمير، ما برموش، بجمعه كده وبعمله صابون اسمر، بيطلع حلو قوي. الرغوه بتاعته هتشوفها دلوقتي برضو. يعني الاسبونشه او الليفه ما بستعملهاش كتير. بحب اغسل بقى بالسلكه، بتخلي الحاجه بتبرق كده. وكمان الالومنيا انا بحب ادعكها قوي، يعني حتى الطاسات ما بسيبش بقى عليها دهون ولا حروق ولا حاجات من دي. بغسلها على طول اول باول بعد كل استعمال، وبعد القلي بغسلها على طول. شايفين بقى الرغوه بتاعته عامله ازاي؟ انا بغسل بقى الحوض الاول كده عشان لما اغسل المواعين بصفيها جنب كده. وبعد ما بتتصفى برص بقى كل حاجه مكانها. مينفعش ترص المواعين على طول بالميه بتاعتها كده، لان بتعمل عطنه وعفونه في المطبخ وكده. لازم تسيبها لغايه ما تتصفى وبعد كده بترصيها. لو عندك مثلا بتملي الازايز عشان تشربوا منها او بتطبخي بيها او كده، لو بتحطها في ازايز بلاستيك او ازايز زي دي، مينفعش تسيبيها مثلا لتاني يوم او اكتر من يوم، لان المية بتتفاعل مع الازايز اللي زي دي او البلاستيك، وبتطلع يعني مادة مسرطنة كده بتبقى ضارة بالجسم جدا. فحتى لو الازايز ملانة لازم تغير ميتها تاني يوم، تغسليها وتغير المية بتاعتها. وانت بقى بتغسلي المواعين كده، لو فيها مثلا كوبايه ازاز او اطباق بلاستيك، بتبداي بقى بكوبايه الازاز. تغسليها الاول كده، لان يعني بتاخد على طول وبتلقط من الريحه او من الدهون. فمهما تغسليها كل ده ما بيروحش، فلازم تبداي بيها الاول يعني. تغسليها لوحدها كده، وبعد كده بتغسلي برضو الاطباق البلاستيك، لان البلاستيك والازاز ما بتحملش، بياخد اي ريحه وبيلقط اي ريحه، مهما تغسليها بتفضل فيها كده. بغسل بقى الاطباق اهي. لو في برضو طاسات فيها زيت او سمنه او بتبقى مدهنه كده، بتسيبها برضو للاخر عشان ما تمليطش كل حاجه حواليك كده بمعنى اصح يعني. بتغسلي بقى الحاجات اللي زي دي كده، وبتسيبي بقى الطاسات في الاخر. يكون الحوض فضى عليها بقى، تدعكها بقى وتغسليها براحتك يعني. بحب ادعك الالومنيا قوي لغايه ما تبرق او تلمع كده، تحس بقى ان هي جديده على طول يعني. ودي المصفى برضو اللي انا كنت حاطه فيها ورق الكرنب، لان بعد ما بسلقه بحطه بقى في المصفى بحيث يصفي الميه بتاعته. عشان كمان برضو لو انت ما صفتهوش هتفضل المية بتاعته فيه، فبتخليه يطرى اكتر عن الاول. فدايما بتحطيه في مصفى كده لغاية ما يصفي المية بتاعته. حتى لو غسلتيه تحت الحنفية كده بعد السلق، عشان يعني السخونة اللي بتبقى فيه تروح. بس لازم برضو تحطيه في مصفى عشان يتصفى. الصواني بقى اللي انا استعملتها غسلتها كده الاول، عشان بتاخد بقى مكان على الحوض وبتاخد مكان في المطبخ، فبتبقى مكركبة الدنيا يعني. دايما تغسلي كل حاجة أول بأول، بحيث إن الحوض يفضل دايما فاضي ودايما نظيف، عشان لو مثلا أي وعاء اتوسخت بتغسلها على طول برضه. وبتغسلي برضه البوتاجاز بعد كل استعمال عشان يبقى خفيف عليكي كده، ما ياخدش معاكي وقت برضه، ولا تحتاجي بقى خلطات ولا دعك ولا حاجات من دي. خلاص كده أنا خلصت أهو. اغسل بقى الحوض أهو. دايما برضه تسلكي الحوض أول بأول عشان ما يتكتمش معاكي وياخد معاكي وقت برضه. خلاص كده الروتين بتاعنا خلص. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم،
وتكونوا اتشجعتوا كده. متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد بنزله، وتعليق حلو كده عشان تشجعوني انزلكم فيديوهات على طول، وافعلوا الفيديو باللايكات عشان يوصل لاكبر عدد من الناس عشان عيلتي تكبر بيكم. واستنوني فيديو جديد، وصفه جديده وروتين جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.